كبير. الله يرحمه. بشكل كبير يعني. كنت اسمع في بدايه حياتي وانا طفل اشعار عنترة بن شداد على لسان ابويا، وتسبيعات البرده مثلا بتاعت الامام البيضاوي بصوت، لا مش بتاعت البصير، تسبيعات عليها اللي هي بصوت الشيخ عبد العظيم العطواني، كانت دايما شغاله في البيت ويسمعها ويبكي يعني. فكنت حاسس ان الكلام كان ليه وقع مش بس على الاذن، في النفس كبير يعني. فاعتقد ان هو التعلق الاكبر من طفولتي مع والدي. ده المؤثر الاول. المؤثر الاول هو حب الوالد للشعر ووجوده حواليك من خلال البرده وتفريعات البرده. تمام. وبعد كده كان بقى التعلق بالنصوص، يعني النصوص اللي درسناها واحنا لسه في البدايه مبكره خالص من الدراسه في المرحله الاعداديه وبدايه الثانويه العامه. اخذت بعمرو بن كلثوم وانا في اولى ثانوي، كنا بندرس المعلقه وعملت معارضه ليها. بعد كده بعدها بسنه على طول وانا في ثانيه ثانوي، يعني على نفس الوزن والقافيه، محاكاه لهذا الكلام يعني كتبت بالفصحى، كتبت بالشعر الفصيح العمودي اقصد. بدايه في بدايه التجربه يعني. لكن مع دخولي الجامعه كانت من خلال بقى جامعه بنها، كليه تجاره جامعه بنها، كانت ملتقيات الشعر بتجمع ما بيننا وما بين اصدقائنا في الجامعات الثانيه، في ملتقيات واسابيع شباب الجامعات، فكان تبادل الكتب. فتحنا طبعا بقى على المدرسه الحديثه بدايه من استاذ احمد عبد المعطي حجازي وحفظ الالقاب طبعا وصلاح عبد الصبور، يعني اتخذنا بالمدرسه. بعد كده كان في نماذج مؤثره جدا زي امل دنقل ومحمود درويش، ودي كل الكلام ده كان في فتره الجامعه. وبعد الجامعه بسنوات قليله حصل ظرف ما وانقطاع تماما حوالي 10 سنوات ما كنتش بكتب، ظرف صحي ما يعني. ولما رجعت ثاني استأنف في قرايه وكتابه وانشاء. لكن هو الشعر جواك حتى بعد لما بعدت سنوات طويله، بس ما بتقول 10 سنين كنت ما زلت بقرا وما زلت مستمع. لكن الشاعر جواك كامن يعني الشاعر جواك كامن، واستحضرته بعد ما عدت مره اخرى للشعر. صحيح، لان كان بعد فترات التوقف دي دايما اكتب اكتر من نص ورا بعض، تكون مشغول لفتره ما، واول ما بتكتب نصوص كتيره يعني ورا بعض. انا مستغرب مقلة اصلا يعني. ان انت يعني الموهبه العظيمه اللي عندك دي والمساحه العمريه اللي انت قضيتها في الشعر، وما بتطبعش لحد دلوقتي غير ديوان واحد، انت كده بتظلم نفسك. يعني جهز الدواوين اخرى ونقدمها في قصر الثقافه، تخش في مسابقه النشر الاقليمي ممكن. عند حضرتك فكره ان عند حضرتك فكره ان عمرو بن كلثوم لم يكتب سوى هذه المعلقه؟ ما هو احنا اخذنا بالمعلقه. طيب ايه تحديدا اللي شدك في عمرو بن كلثوم لدرجه التاثر؟ يعني انا كان عنترة بيأثر فيها اكتر من عمرو، لكن انا اول عشان طبعا عشان اثر في النفس، علشان لكن مع بدايه احنا لسه بناخد اشعار بسيطه جدا واناشيد في اعداديه، وفي اولى ثانوي الاقي معلقه يعني بهذه اللغه الجزله الفخمه يعني. طبعا. فاخذت هذه الاخذه، مش افتتان بعمرو بن كلثوم كشاعر على الاطلاق يعني، لكن كان اثر المعلقه في نفسي. نعم. وانا عندي سؤال برضو الحقيقه، انا يعني يهمني برضو ان انا اساله للاستاذ محمود. اتفضل استاذ سيد. ايه التجربه الحاله اللي صيغت في قصيده ما زالت لحد النهارده بتمدله كل جذورها وانهارها جواه ومش عارف يخرج منها؟ الحاله دي تحديدا يعني بدون التجربه الحاله، يعني انا مش بتكلم على الحاله، التجربه الحاله اللي صيغت في قصيده ما زالت هي يعني الروح اللي جواك بتمدك بالفيض ومش قادر تخرج منها، بفضل اكتبها على الدوام تفضل جواك ما زالت هي نفس القصيده، بس هي بدات من حاله. يعني الارهاصه الاولى للحاله دي بتبقى نقله جديده لشاعر. يعني الرصه الاولى لقصيده حاله دي معناها ان انت عندك تجربه عايز تصيغها وما زلت عمال جواها مش عارف تخرج من اطارها لذاتك تاني.
واضح السؤال ولا؟ طبعا. يعني لا انا بتكلم ليه هو يعني الاستاذ طبعا. بدون تفكير ارجع اقول ان القصيده التي كتبت وتكتب وما زلت ساكتبها هو حبل محبتي بابي رحمه الله. رحمه انا الله. لم احب شخصا على الاطلاق في حياتي حبي لابي، لرقته الله. وحلمه وشاعريته، رغم انه كان لا يكتب الشعر. كان إذا ذبح فرخ حمام في دارنا كان يطعمه بيديه، كان يبكي عليه. كان إذا رأى المعتمرين يمرون من أمام البيت للبساط دموعه على خديه. كان إذا سمع البرد الدموع على خديه. فيعني كان شجرة حنان، يعني هي اللي بتمد. يعني أنا بذرة من انت هذا الرجل. أنا بذرة. لا أتمنى يعني شرف لا أدعيه يعني. صحيح. أتمنى أكون شعر في راسه رحمه الله. طيب يعني انا عليه يعني عايزين نسمع الاستاذ سمير بحيري شاعرا بقى. صحيح. مهم. معلش. داخل الدنيا. لا ده من زمان ما سمعتوش من زمان كتير. قصيده غنائيه ولا قصيده؟ اللي يعجبك بس قول الاثنين اللي نسمعك النهارده. ماشي. قصيده بعنوان وليك اخر. وليك اخر. وليك اخر. وليك اخر قصيده للشاعر الكبير سمير البحيري. أنا وبضدها الأشياء بقول ما شاء، هبيع الحب للعايشين، ليالي الفرح فيها دواء، يموت الحزن ولا يوجع، وده اللي لوحده يشفي الداء. قصيدة ولسه بتنسى وتكابر، وخدت من الكلام ده كتير، وأكون شاكر كرم فضلك تسيبني أعيش. خلاص ما تجيش، أنا جواي على الآخر، هعيب نفسي إذا كملت. خدت الوقت وكفاية أجيلك وأنت مش فاكر، وفي الآخر تقول مرحب. وأجيلك ليه؟ لبايع قلب أو ناكر، ولسه بتنسى وتكابر. وخدت من الكلام ده كتير، واكون شاكر كرم فضلك تسيبني اعيش. انا ترنيمه جوه الحب وفاكرني، انا ترنيمه جوه الحب وفاكرني، وشوف الحب على عيني ولا يعرف يغيرني. انا حتى ولو مذبوح على الاخر بعلي الروح، وخد كل ليك وامشي. أنا حتى ولو مذبوح وخد كل اللي ليك وامشي. مفيش ولا فرحة على رمشي تقول عايزاك، وعندي الحاجز الوهمي